لو لسه مجربتوش السمبوسه بتاعت حدوته فانتوا فايتكوا كتير، وعاملها بثلاث حشوات مختلفه. في بوله نحط كوبايتين من الدقيق ومعلقه من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح ورشه سكر، ونقلب المكونات الجافه دي كلها مع بعض، ونحط عليها مكعب زبده ومعلقتين من الزيت ونص كوبايه من اللبن، ونقلب واحده واحده وعلى الهاديه زبادي. ممكن نحتاج معلقه دقيق كمان، لازم نخليها جنبنا عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. اهم من الشغل ظبط الشغل. ونفضل نعجن فيها حوالي 5 دقايق لحد ما تطلع معاكم بالحلاوه دي. هنغطيها ونسيبها نص ساعه تستريح. نجهز الحشوات: ميكس جبن، بسطرمه كيري، جبنه قريش، عليها نعناع فريش. انتوا قولوا لي ايه افضل نوع انتوا بتحبوه. ناخد العجينه مع رشه دقيق ونبدا نفردها كده واحده واحده، ونحاول نخليها على مقاس رفيع على قد ما نقدر. وهنجيب بوله ونبدا نقطع بيها السمبوسه، والزياده اللي احنا هنشيلها دي هنبدا نلمها ونسيبها نص ساعه تستريح او ربع ساعه تستريح، ونفردها ونعملها مره كمان. ولما نخلص الكميه كلها نعمل واحده ميكس جبن، واحده قريش، واحده بسطرمه، وهكذا لحد ما نخلص الكميه كلها. انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه واي حد يقدر يعمل. نيجي بقى للتحمير. دايما بحتاج طاسه غويطه بالمصفى بتاعتها، وعشان كده جبت الطاسه دي من نوفيل، شركه مصريه 100%، وعندهم حاجات كتير ومختلفه، وعاملين عروض حلوه لرمضان وعيد الام. وانا هختار 3 هروق عليهم. اقروا الكابشن عشان تعرفوا التفاصيل. والله حدوته مدلعكم. وتقدروا تطلبوا اي حاجه من عندهم اونلاين وهيوصل لكم لحد البيت. واستخدموا البرومو كود بتاعي عاطف 2025، ونحمر السمبوسه لحد ما يكون لونها ذهبي كده. وكل وادعي لي واعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.